اهلا بيكم يا اخواتي في فيديو جديد من قناه نجم التوقعات. النهارده معانا توقعات مباريات يوم الاحد 14/9/2025. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش ان انت تنضم لقناه الفي اي بي في التليجرام مجانيه تمام، وتشترك في القناه وتحط لايك على الفيديو ده وتابع معانا الفيديو كده. ومعانا النهارده قسيمه كده من 14 حدث بس رايقه قوي. ده كده كان شغلنا امبارح على قناه التليجرام. طبعا هي قسيمه اليوتيوب وقعت بسبب حدث واحد، اتلتيكو بلباو. بصوا يا جماعه، ما حدش كان متوقع ان بلباو دي اصلا هتخسر. كنا كلنا متوقعين انها تتعادل تفوز، انما تخسر. واصلا الجون ده اصلا اللي هو جه فيها ده هدف عكسي، فده مش بايدينا والله يا جماعه. وهارد لك، وان شاء الله هنعوضها النهارده وهنكسر الدنيا. فما تنساش ان انت تشترك في قناه اليوتيوب وتنضم لقناه التليجرام عشان اي قسيمه انزلها او اي فيديو انزله يظهر لك انت اول واحد. طيب من غير ما اطول عليكم كتير، النهارده معانا قسيمه 14 حدث و17 ونص. تمام. معانا اول ماتش كده، ماتش ليل وتولوز. عملت هانديكاب لليل، نادي ليل، ان هو يكسب او يتعادل. يعني ايه؟ لو كسب احنا هنكسب، لو تعادل هيبقى استرداد مال. تمام. معانا برضو تاني ماتش باريس سان جيرمان ولانس. انا عملت فرصه مزدوجه، انت عايز تعمل فوز اعمل فوز، انا عملت فرصه مزدوجه في المضمون. تمام. معانا تالت ماتش غفر وستارسبورغ. عملت جونين في الماتش كله، 1.5، يعني هدفين في الماتش كله. تمام. معانا ماتش روما وتورينو. عملت برضو هانديكاب لروما 1. يعني ايه؟ يعني روما تكسب او تتعادل. لو كسبت احنا هنكسب، لو اتعادلت هيبقى استرداد مال. تمام. المهم هي ما تخسرش. طيب نروح كده الماتش ميتلاندا. عملت مجموع اكتر من هدفين، يعني لو جه 2 جونين بالظبط هيبقى استرداد مال، لو جه اكتر من جونين يعني 3 أو 4 هناخد فلوسنا بالمكسب. تمام كده، اهو اكتر من 2. نروح الماتش اللي بعديه، ماتش ريال بيتيس وليفانتي. عملت برضو مجموع اكتر من 1.5، اهداف اكتر من 1.5، يعني جونين نكسب. تمام. معانا ماتش سبارتا براغا. عملت فرصه مزدوجه لسبارتا، ان شاء الله تكسب الماتش دوت. اللي عايز يشيل الماتش ده يشيله، القلقان من حاجه برضو او حابب يعدل انت حر، عايز تشيل شيل، عايز تعدل عدل، مفيش اي مشكله. تمام. عملت برضو ماتش ليفربول وبيرنري. عملت فوز صريح للليفر. تمام. طيب نيجي بقى هنا الماتش الاصعب في الاسبوع كله، ماتش الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. انا عملت فرصه مزدوجه للسيتي. ليه؟ السيتي الماتش ده مش هتخسر، ممكن تتعادل وممكن تكسب، بس ان هي تخسر مش هتخسر الماتش ده ان شاء الله. فانا عملت فرصه مزدوجه. تمام. برضو معانا ماتش الاهلي بنسبه 90 ل 80%. الماتش ده هيبقى فوز للاهلي. الاهلي يا جماعه في المركز ال 12 دلوقتي، فان شاء الله الاهلي يكسب الماتش ده. تمام. معانا ماتش النصر والخلود. طبعا النصر هيستغل الفرصه النهارده بتاعه الهلال السعودي ان هو اتعادل، فهيكسب ان شاء الله الماتش ده. معانا برضو ماتش سبورتنج براغا. عملت فوز، عملت مجموع اهداف لسبورتنج اكتر من نص، يعني هدف. معانا ماتش سيلتيك، فوز سيلتيك طبعا. تمام. ومعانا الماتش الاخير ماتش سان داونز. عملت فوز صريح لسان داونز. تمام. ودي كده كانت القسيمه بتاعت النهارده، 14 حدث، قول 17 ونص. تمام. القسيمه دي 1000، بحيث ان هي ان شاء الله لما تعدي هتديني 26389 جنيه. تمام. تعالوا كده نراجع القسيمه تاني مع بعض. اهو هانديكاب ليل، فرصه مزدوجه باريس سان جيرمان، مجموعه اكتر من 1.5 ستارسبورغ وغفر. عملت هانديكاب 1 لروما، جونين في ماتش ميتيلاندا، مجموعه اكتر من 1.5 ريال بيتيس، فرصه مزدوجه سبارتا براغا، فوز ليفربول، فرصه مزدوجه مانشستر سيتي، فوز الاهلي المصري، فوز النصر، مجموعه 1 سبورتنج براغا يعني هدف، فوز سيلتيك، فوز سان داونز. طيب لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتحط لايك على الفيديو ده صاحبي، وتنضم معانا لقناه التليجرام. وبس كده، سلام.